مساء الفل، ايه الاخبار؟ عارفين ان انا كنت هترفد من الجامعه بتاعتي في لندن رفض نهائي لما كنت بدرس الماستر بتاعي من خلال منحه تشيفنينج بسبب حاجه انا كنت شايفها تافهه جدا. يعني انا كنت باخد دش، والدش ده كان هيؤدي لفصل نهائي من الجامعه، وهحكي لكم في الفيديو ده ازاي. في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي في العيشه والدراسه في لندن سنه من خلال منحه تشيفنينج، وهل فعلا المنحه مستاهله كل الضجه ده، وهل الدراسه في بريطانيا مستاهله التضحيات اللي الواحد ممكن يعملها. ما هو اكيد الواحد عنده شغل او دراسه او عيله او اي حاجه في البلد اللي هو فيها، فهل مستاهل ان انا ارمي بقى الكلام ده كله ورايا واروح بريطانيا سنه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، اللي هقول لكم فيه خلاصتي او خلاصه تجربتي في السنه في بريطانيا. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي شريف علاء ودي قناه الخلاصه، ويلا نبدا. اول حاجه هتكلم فيها انا ليه اصلا اخترت بريطانيا. طيب، بريطانيا دوله قويه جدا في البحث العلمي وفي الجامعات. يعني وانا هناك جامعه كينجز كولج لندن اللي انا درست فيها كان ترتيبها رقم 20 على العالم، وكانت طبعا في التوب 10 في بريطانيا، فده كان واحد من اهم العوامل. عامل كمان ان بريطانيا مش بعيده قوي عن مصر، 4 ساعات سفر وساعتين فرق زمن او فرق توقيت، فعكس مثلا اليابان بقى ولا استراليا ولا امريكا، فالواحد برضو قادر يتواصل مع اهله. ولو حبيت انا نزلت زياره لمصر مره واحده في خلال السنه دي، فبرضو 4 ساعات ما ضيعتش وقت كتير يعني، ومش محتاج بقى جيت لاجنج اللي هو بقى فرق التوقيت يقلب ساعتي البيولوجيه والحاجات دي كلها. فده كان سبب تاني. سبب كمان منطقي ان انا كنت عايز ادرس بالانجليزي، فاكيد بريطانيا برضو هدرس فيها بالانجليزي. لكن برضو واحد من اهم الاسباب ان الدراسه للماجستير او الماستر ديجري بتاعتك في بريطانيا بتكون سنه واحده بس، عكس مثلا امريكا ودول تانية كتير في اوروبا ان الماستر بتبقى سنتين. طبعا في برامج سنتين في بريطانيا، بس معظم البرامج وخصوصا طبعا اللي متغطيه من منحه تشيفنينج بتكون سنه واحده بس. يعني انا خدت نفس الشهاده بس في سنه واحده بدل سنتين. واخر سبب هو وجود منحه تشيفنينج نفسها، لان منحه تشيفنينج بتغطي مصاريف الجامعه ومصاريف الشهريه وتذاكر سفر، واول شهر كمان لما الواحد بيروح بياخد مصاريف شهر زياده. فانا مثلا مصاريف الزياده دي اشتريت بيها لابتوب دخلت بيه الجامعه كده، وفي اخر 3 شهور بيدوا لنا حافز او مبلغ اضافي علشان اللي عايز يعمل بحث او يشتري كتب مش موجوده في المكتبه او حاجات زي كده. فبصراحه يعني المنحه مغطيه كل حاجه، فده كان سبب مهم جدا. في كذا حد سالني انت درست ايه وليه اخترت المجال ده. انا درست international relations اللي هي علاقات دوليه، واخترت المجال ده لاكتر من سبب. انا بشتغل في الفيلد بتاع international development التنميه الدوليه، متخرج من علوم سياسيه. وانا بدور على الوظائف اللي انا نفسي ابقى بشتغلها دلوقتي او بعد 5 سنين ساعتها، يعني وانا بقدم على الماستر كانت دايما بتطلب ان يا اما required يا اما desired ان يكون عندي ماستر ديجري في حاجه زي international relations او related field، يعني مجال شبه العلاقات الدوليه. فده كان بالنسبه لي احد اهم عوامل اختيار الجامعه والشهاده اللي انا عايزها. وعملت فيديو بالتفصيل عن ازاي نختار الجامعه، فبرضه شوفوه لكن بعد الفيديو ده لو عايزين تعرفوا ازاي تختاروا الجامعه والمجال اللي تقدموا عليه. طيب، الدراسه في بريطانيا بقى عامله ازاي؟ ايه النظام؟ زي ما انا قلت ان الماجستير بيكون سنه واحده بس، فبعد ما الواحد بيختار ويتقبل خلاص في مثلا international relations زي بيروح هناك بيكون في كور موديول اللي هو ماده اساسيه في الترم دي بتاعه العلاقات الدوليه، وبعدين بيبقى في مادتين اختياري. طبعا في فروقات ما بين كل جامعه وبرنامج، بس بشكل عام يعني السيستم كله شبه بعضه لحد كبير. فالترم الاول عندي ماده اجباري و2 اختياري، ونفس الكلام في الترم الثاني. وبعدين بقى في حاجه كده نعتبرها الترم ثالث كده، اللي هو الوقت بقى اللي بكتب فيه بحث التخرج بتاعي، 3 شهور كامله. يعني الترم الاول من سبتمبر لديسمبر، الترم الثاني من يناير لابريل، وبعدين عندنا امتحانات في شهر 5 لغايه اول 6، وبعدين بقى شهر 6 و7 و8 وساعات اول 9، 3 شهور 3 شهور ونص بنكتب فيهم بقى بحث التخرج اللي هو اهم عمل بحثي اكاديمي هنعمله في السنه بتاعه الماستر بتاعتنا في بريطانيا. ال3 شهور بقى بتوع الثيسس او بحث التخرج ده انا ملك وقتي وحر نفسي تماما. عندي حوالي 3 شهور بخلص فيهم انا البحث، بقسم بقى وقتي ما بين خروج وقرايه وكتابه واي حاجه. فلازم الواحد طبعا يبقى متملك فكره اداره الوقت. فاللي حاسس ان عنده مشكله بقى في التايم مانجمنت يشوف الفيديو اللي انا عملته عن تايم مانجمنت، واتمنى يفرق معاكم، اعتقد هيفرق. بصراحه الدراسه في بريطانيا مختلفه جدا عن الدراسه في مصر. انا كنت في مصر في جامعه القاهره اقتصاد وعلوم سياسيه، ودي تعتبر
تعتبر كليه قمه زي ما بيقولوا، وجامعه محترمه وكليه قويه يعني في مصر، ولكن مع ذلك شفت فروقات كبيره. فروقات بقى ما بين مثلا طرق البحث العلمي، ده كان من اهم الفروقات بالنسبه لي. ازاي بنكتب ريسيرش وبنعمل ريسيرش اصلا، فكره المكتبه. يعني انا ممكن اكون في اول شهر ليا في الجامعه في لندن قضيت وقت في المكتبه اكتر من اللي قضيته في جامعه القاهره 4 سنين كامله. وانا على فكره انا متخرج بجيد جدا، يعني يعتبر نسبيا متفوق، لكن مع ذلك برضو الوقت اللي كنت بقضيه في المكتبة في جامعة القاهرة لا يذكر بصراحة مقارنة باللي أنا كنت بقضيه في لندن. المكتبة بقى مكان مش بس للاستعارة وقراية الكتب، لا عادي بقى بتجيب حاجتك وتروح تذاكر هناك، بتروح تسوشيالايز وتخرج وتانج اوت مع الأصدقاء هناك، هتروح تاكل وكافيتيريا. يعني المكتبة جزء كبير وأساسي ومهم من التجربة الأكاديمية في بريطانيا، ودي حاجة بصراحة كانت مختلفة جدا بالنسبه لي. يعني المكتبه مكتبه هناك. حاجه كمان كانت مختلفه فكره الحفظ والفهم. انا مش عايز اتكلم برضو بستيريوتايب او صوره نمطيه، لكن يعني النظام في مصر مش بالضروره صم بس، والنظام في بريطانيا مش بالضروره فهم بس. لكن لو هو كده يعني سبيكترم، فاكيد هنقول ان بريطانيا فيها الفهم والتفكير النقدي اكتر، ومصر ممكن يكون فيها الحفظ اكتر. بس طبعا في مصر لسه كان عندنا في الجامعه كان في تفكير نقدي وفهم، وفي بريطانيا كان لسه في جزء من الحفظ. لكن بشكل عام ما بتحفظش اسطمبة بتاعه اللي هو ما هي اسباب سقوط الدولة العثمانية، فتقول ضعف مش عارف ايه وكثرة لا يعني مش حاجة بتحفظها وخمس اسباب ويا ترى الخامس كان ايه ونقعد نغنيهم والحاجات دي، لا مختلف تماما. يعني لو انا حضرت المحاضرة وحضرت السكشن اللي هو السيمينار، في بريطانيا اسمه السيمينار اللي هو بقى العدد القليل من الناس، لو حضرت وقريت المراجع فانا اكيد هعرف اجاوب كويس في الامتحان او في البيبر اللي بكتبها. مش هلبس، مش هشيل يعني. لكن فكره ان انا نسيت حاجه وحطيت حاجه مكانها ده مختلف. وده برضه بسبب ان في بريطانيا مفيش اعتماد كلي على فكره التكست بوك الواحد، لا في فكره ان احنا النهارده عندنا توبيك بنتكلم فيه، والتوبيك ده بقى فيه مجموعه من المراجع. فالنهارده عندي بنتكلم في التوبيك الفلاني، فعندي تشابتر من الكتاب ده وتشابتر من الكتاب ده وبيبر في الدوريه العلميه دي وبيبر مش عارف ايه، وممكن يكون في دوكيومنتري كمان. فانا بشوف 5 مراجع علشان اشوف يعني عشان اذاكر او احضر للتوبيك ده. وفي توبكس كمان ممكن ان انا اشوف مراجع خارجيه، يعني ما دام بشوف حاجه محترمه اكاديميه في نفس الموضوع فخلاص تمام. حتى لو في تكست بوك في بعض الحاجات، لكن الاعتماد مش بالاساس عليه. فدي برضو كانت تجربه. وبمناسبه التفكير النقدي ادي لكم مثال، يعني ما اظنش ان المثال ده ممكن يحصل في جامعه القاهره، مع كامل طبعا الاحترام والتقدير ليها، انا متخرج من الجامعه دي. بس كان في ماده عندنا اللي هي بتاعت انترناشونال ريليشنز كور موديول، عندي ماده اساسيه. الدكتورة ادت لنا 10 أسئلة نختار منهم سؤال ونكتب عليه البحث، اللي هو تقريبا ال10 توبكس بتوع الترم كله، يعني لأنهم 10 أسابيع كل أسبوع فيه توبك. قالت لنا التوبك الأول ده السؤال بتاعه وهكذا. فأنا اخترت التوبك اللي أنا عايزه، بس ما عجبنيش السؤال بقى، ما عجبنيش قوي. فقلت لا أنا هجود من عندي. فرحت جايب يعني وانا بجاوب بقى في البحث بتاعي، قلت اول حاجه انا مش هجاوب على السؤال ده زي ما هو، انا هعيد صياغه السؤال وهسال السؤال بالشكل ده. واديت اسبابي كده في صفحه تقريبا او 3/4 صفحه عن ليه السؤال ده مهم، او يعني انا عايز اتكلم عن اجابه السؤال ده مش السؤال اللي الدكتوره مديهوني. وكانت ريسك بصراحه، لكن الدكتوره صححت وادتني تقدير كويس، قالت لي انت جاوبت كويس، اي نعم هو سؤال مختلف شويه، لكن انا احترمت فكره ان انت ليه عايز تشوف زاويه تانية في السؤال. ودي حاجه بصراحة كانت مبهرة ومشجعة ان الواحد دايما عايز يفكر وينتقد، ويعني فدي حاجة مهمة بصراحة. لكن يمكن اكبر فرق فيهم كلهم هو فكرة الريسيرش رايتنج او كتابة الابحاث والبحث العلمي عامة. مختلف شوية، معايير عالية جدا جدا جدا. مفيش بقى رحمة لحاجه اسمها بلاجيريزم، اللي هو مثلا اقتباس غير امين، ان انا فكره تاخد مثلا حاجه من مرجع كده كوبي بيست واحطها. يعني الحاجات دي ممكن كانت تعدي مرور الكرام في جامعات مثلا في مصر او حاجه زي كده. لا في بريطانيا شنطك وعلى بيتك يلا روح، مفيش دراسة، مش بتسقط بتترفد. لو فيها بليجرزم ممكن توصل لفصل، مش بس من الجامعة، ممكن من التعليم في بريطانيا كله، لان دي بالنسبة لهم ده كأن واحد يعني جاب طفاشة وفتح بيت حد وسرقه. وهي بالظبط بيتعاملوا مع السرقة الأكاديمية نفس فكرة السرقة المادية.
فمفيش هزار يعني. جيب صفر هتسقط وممكن تعيد الماده دي وخلاص، لكن هتاخد بقى كوبي بيست، ولا دلوقتي في زمن الاي اي واحد ياخد حاجه من تشات جي بي تي يكتب لي يا باشا بيبر، لا مفيش الكلام ده خالص. حاجه كمان فكره المواعيد والديدلاينز، يعني احنا كنا بنكتب البيبر وبنعمل لها سبميت على السيستم بيقول ان الديدلاين الساعه 11 59 دقيقه. حضرتك بقى وصلت للساعه 11، بعد 11 59 دقيقه وصلت لنص الليل يعني الساعه 12، السيستم قفل، فمش هنعرف اصلا نفتح بقى نعمل اتاتش ولا ابلود ولا الحاجات دي كلها. فمع السلامه برضو، الا طبعا لو في ظرف طارئ او قاهر زي مثلا مرض او وفاه لحد من الاقرباء او كده، وبيطلبوا ساعتها اثبات، وساعتها تمام هيتعاملوا مع الموقف ده. لكن اصل معلش، اصل اخر لحظه، اصل النت بطيء، اصل النور قطع، اصل كنت تعبان ومصدع، مفيش الكلام ده كله. يعني لو مش مريض بشهاده او بسبورتنج دوكيمنت فمفيش حاجه هتتقبل. فرق كبير كمان فكره الكامبس لايف او الحياه الاجتماعيه في الحرم الجامعي والانشطه الخارجيه. انا على فكره في جامعه القاهره كنت مشترك في انشطه زي نموذج جامعه الدول العربيه والامم المتحده اللي هو ألمن، وكان من الحاجات اللي فرقت معايا جدا في شغلي وفي كاريري وفي نموي الشخصي كمان وفي جامعه القاهره. بس الكلام ده بقى في بريطانيا وفي جامعه زي كينجز كوليدج لندن كان موجود على سكيل كبير قوي، يعني في زي اسره كده، سوسايتي لاي حاجه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ترفيهيه. لو يعني حرفيا كان في سوسايتي لشرب الشاي، يعني اللي هو لو حد مش عايز يعمل حاجه، للماجيك تريكس الالعاب السحريه، للروينج، كل حاجه، انشطه اكاديميه كتير كتير كتير. فايا كان اهتمام الشخص هيلاقي ليه نشاط. وطبعا الموضوع ده بيخليك تعمل صحاب من اول يوم، مش محتاج تبذل مجهود، سلام عليكم انا جاي العب معاكم، انا جاي اشترك معاكم كده يعني. فدي كانت تجربه مختلفه وعظيمه بصراحه في بريطانيا. طب دي كده كانت لمحه سريعه عن الدراسه في لندن، وهتكلم برضو في شويه حاجات تانية فيها. بس العيشه بقى في لندن كانت عامله ازاي؟ الحياه في لندن مختلفه تماما تماما عن الحياه في مصر. انا من القاهره ودولنا العربيه، انا عشت وزرت واشتغلت في 8 دول عربيه، فممكن اكون قادر اعمل المقارنه دي. الريتم سريع جدا خلال النهار، يعني رات ريس، سباق فئران زي ما بيقولوا، كل واحد ماشي مكشم، مفيش صباح الخير، الناس بتزق عشان تاخد المترو والقطر والباص والمش عارف ايه، والدنيا سريعه. يعني انا لو وقفت لحظه كده احس ان انا في تايم لابس، كل حاجه ماشيه بسرعه جدا وانا واقف. فالدنيا رتم فظيع. يعني بالليل بقى العكس تماما، الدنيا هاديه وفاضيه. طبعا في يعني استثناءات في الويك اند، وفي استثناءات في حتت معينه في لندن. انا كنت ساكن في منطقه سكنيه ريزيدنشال اريا، فالساعه 7 8 بالليل المدينه نامت وقفلت بالمفتاح ومع السلامه. مفيش بقى انا نازل اجيب كيس عيش، لا ما عندكش عيش، جوع بقى لغايه بكره الصبح ما يفتحوا الساعه 7 8 بقى انزل اشتري العيش بتاعك. لكن مفيش بقى كونسبت انا نازل اتمشى مع اصحابي الساعه 11 بالليل ناخد مش عارف نشرب ايه وناكل ايه وبتاع. يعني حتى المطاعم كتير جدا بيقفل الساعه 9 بالليل، محلات الهدوم الساعه 7 بالليل. وخصوصا بقى لو احنا في الشتاء وفي الخريف، يعني في الفتره الاولانيه بقى بتاعت من سبتمبر لديسمبر دي، فالدنيا بتبقى ضلمه من بدري. فانا حاسس ان في ايه يا جماعه اليوم امتى؟ وفكره بقى اصلا ان النهار قصير والدنيا بتقفل بدري دي، ده كان على فكره واحد من اكتر التحديات في البدايه، لان انا واحد جاي من القاهره الصاخبه اللي ما بتنامش، اللي الكلاكسات والمطاعم والمش عارف ايه شغالين. يعني عادي في محلات جزم في الشوارب فاتحه لغايه الساعه 1 بالليل عادي. يعني الكلام ده طبعا ساينس فيكشن، خيال علمي في اوروبا، وخصوصا في حته زي لندن. فالموضوع ده كان تحدي بالنسبه لي. انا رايح الصبح بصحى الدنيا ضلمه لان النهار قصير، وبعدين بخلص جامعة، اخرج من الجامعة الساعة 3 الدنيا ضلمة. طب النهار امتى؟ ولما بيبقى في نهار السماء رمادي وسحب ومطر، فالموضوع كان مكئب جدا بالنسبة لي، اللي هو طب ما فيش اوبشن شمس نازل معانا في الباكج دي ولا ايه؟ فطبعا لما بقى بنشوف ان في يوم شمس كده جاي في شهر اكتوبر ولا مش عارف ايه، بيبقى في كام يوم فيهم شمس ممكن شوية وما فيهمش مطر، بتلاقي بقى الناس كلها نزلت تتمشى وتتفسح وتنبسط، وتلاقي حد ضرب اجازه عشان يروح يستمتع بالشمس شويه. فدي كانت حاجه مكئبه كده شويه في اول 3 شهور بصراحه بالنسبه لي. كمان انا لما رحت لندن، انا كنت سافرت بره مصر السنه اللي قبلها، كنت عملت كام سفريه كده يعني ما بين شغل وحاجات تانية، فكنت يعني شفت حاجات في اوروبا، لكن برضو ما كنتش عشت هناك بشكل كافي. ففي حاجات بقى بتلخبط اول ما الواحد يروح. طب المترو ده بيتاخد ازاي؟ اشتري التذكره منين؟ واركب باص يقول لي لا ما فين تذكرتك، انزل هات التذكره يا باشا، ما انت الباص ما فيهوش التذكره. لا التذكره من بره
بره ودور على ايه ونزل اب ايه وويب سايت ايه، واللي هو اول اسبوعين اللي هو للدرجه دي الدنيا صعبه عشان اخد الباص يا جماعه ولا ايه. طبعا الحاجات دي نتعود عليها، وخصوصا لو حد يعني يسافر دول ومدن في اوروبا النظام فيه تشابه. بس بالنسبه لي كواحد ما كانش عايش بره قبل كده، فدي كانت حاجه ملخبطه جدا بجد. ابسط الحاجات يعني مواعيدي كانت مضروبه في اول اسبوعين، عشان يا باخد باص اتجاه غلط، يا البتاع اللي بعمل له توب اب اللي بشحنه بتاع الاتوبيس ده خلص، مش عارف ايه يعني، حاجات كده عبيطه بس كانت ملخبطاني جدا في اول اسبوعين. حاجه كمان تعبتني جدا في الاول فكره الاسعار والتحويل للجنيه المصري. فانا كنت اروح هناك الاقي مثلا كيلو مش عارف الطماطم ب 2 باوند في حته، واقوم ضارب ساعتها في كام دلوقتي بقى، احنا بنتكلم يعني 130 جنيه ولا مش عارف كام. يا لهوي، كيلو الطماطم عندنا مكلنا سلطه ولا مش عارف ايه. فطبعا هنلاقي نفسنا تلقائي بنعمل كده في اول اسبوعين ثلاثه، بس يعني نحاول بقى نتخلص من الموضوع ده، علشان يعني احنا ما بناخدش المرتب بالجنيه المصري، احنا المرتب بتاعنا او الستايبند بتاعنا من المنحه مثلا بالجنيه الاسترليني، فنفكر بالجنيه الاسترليني. a pound is a pound 10 pounds or 10 pounds 100 خلاص، ما نضربش بقى ده عندنا كام في مصر. ففي الاول خالص بنبقى عمالين نفكر في اسعار كل حاجه بالعمله المحليه بقى بتاعتنا، بس بعد كده اللي هو يا البتاع ده ب 20 باوند بس انا هجيبه ده رخيص، مع انه ممكن يبقى في مصر ب 20 جنيه مصري. بس خلاص بننسى بقى فكره التحويل من عمله لعمله دي. فرق كبير برضو بقى، وحاجه يعني الواحد لازم يتاقلم عليها، فكره التنظيم بشكل مختلف بقى جدا. لندن منظمه، مع ان في ناس ممكن تبقى شايفاها مهرجله، بس لا هي منظمه وفي تنظيم مختلف. النظام الانجليزي مختلف يعني عننا، احنا ده يقول لك ده انجليزي يعني. فمثلا يعني خلاص بنعدي الشارع من هنا يعني من هنا، ما بنشربش سجاير هنا يعني ممنوع، مش عارف ايه. وهو موضوع النظام ده على فكره هو اللي كان هيرفدني من الجامعه. انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا كنت باخد دش، فالموضوع ده كان هيرفدني. ايه اللي حصل؟ انا كنت ساكن في الدورمز اللي هي السكن الجامعي، فكل واحد ليه الاوضه بتاعته وبتاع. فبعتوا لنا جوابات في اول شهر كده ان هم هيعملوا فاير دريل، اللي هو زي تدريب على انذار الحريق يوم كذا الساعه، يعني ما قالولناش الساعه، قالوا لنا يوم كذا الصبح. فتمام، هم عايزين بقى يعملوا يرنوا الجرس وبعدين يعملوا تجربه كده سيميوليشن او محاكاه للاخلاء الايفاكيويشن، عشان يشوفوا بنعرف نتجمع في النقطه الصح وبنمشي ومش عارف ايه، عشان لو حصل حريقه نبقى مستعدين. فما لناش الساعه، انا بقى الصبح صاحي وبستحمى في امان الله عشان اروح على جامعتي ومحاضرتي، وبعدين سمعت جرس الحريق وانا عارف ان هو بقى ده الدريل. فقلت خلاص يعني البس هدومك وكمل حاجتك بسرعه واتكل على الله وروح على الجامعه. بس فخلاص يعني بلبس بقى في خلال السبع 8 دقائق دول، ولقيت ناس داخله عليا تقول لي what are you doing here؟ قلت لهم this is my room what are you doing here؟ فقالوا لي احنا من الامن والسلامه ومش عارف ايه واداره المبنى، وكان في انذار حريق وانت ما مشيتش وده تعريض سلامه الناس للخطر. وقلت لهم انا كنت بلبس عشان اروح المحاضره. قالوا لي الكلام ده تقوله قدام الضابط؟ والله قالوا لي بجد اللي هو ايه you have to justify yourself مع الكوميتي اللي هو بقى لجنه هيعملوها للتحقيق والمش عارف ايه. وانا اللي هو في ايه يا جماعه؟ بس والمهم مشيت وكملت حياتي يعني ويومي ويومين، ولقيت جالي جواب بقى كده استدعاء للتحقيق في لجنه، وبعدها بعتوا لي كتيب كده فيه حقوقك وواجباتك والتيرمز اند كونديشنز، اللي هو لما انا مضيت على الايجار بتاع الاوضه مضيت عليهم زي ما بنعمل اي حاجه ساين اب، وفي تيرمز اند كونديشنز طبعا ما بنقراهمش كلمه كلمه في العادي، بس يعني نحاول نبقى نقرا بقى يا جماعه. فقالوا لي ان في تدرج في العقوبات، والعقوبات ممكن تبدا من لفت نظر مرورا بغرامه مرورا بطردي من السكن الجامعي يروح يسكن في حته تانية، وانتهاء بقى بفصلي مش بس من جامعه كينجز كوليدج، لا كمان من يونيفرسيتي اوف لندن اللي هي الجامعات اللي تحت يونيفرسيتي اوف لندن اللي داخل معاها بقى سواس وال اس اي ويو سي ال ومش عارف ايه. فيعني ليله كبيره اللي هو والله يا شباب كبرتوا الموضوع، انا كنت بستحمى عادي يعني يا شباب والله كبرتوا الموضوع ولا. بس يعني خلص الموضوع على خير يعني، و I justified myself او بررت يعني ودافعت عن نفسي في الموضوع ده. وكان في 2 على فكره تانيين معايا في السكن وانتهى الموضوع بيهم بغرامه، يمكن اسبابي كانت منطقيه اكتر او بقى يعني اقنعتهم الحمد لله، فانتهى الموضوع بانذار ما تعملش كده تاني. بس يعني فخلاصه الموضوع ان النظام نظام، ولغايه بقى لما الواحد يعيش هناك ويتعود ويتاقلم فلازم يبقى مركز جدا في الحاجات دي. طبعا انا اتكلمت شويه حاجات اللي هي كانت مطبات كده في الاول او عقبات، بس الدنيا طبعا
كانت برضو كلها يعني فيها حاجات جميلة في لندن. في مقولة في كاتب انجليزي اسمه سامويل جونسون في القرن ال 18 قال مقولة بيقول when a man is tired of London he is tired of life. يعني اللي يزهق من لندن فهو زهق من الحياة، لأن لندن فيها كل ما في الحياة. طبعا كلام بلاغي وفي شوية من المبالغة أو كثير من المبالغة، بس بصراحة يا لندن فيها كل حاجة. ايا كان بقى الحاجة اللي عايز تعملها بعيدا عن الجامعة، اي نشاط، اي ترفيه، فعاليات، ايفنتس، يمين شمال، خروج، اكل، احسن مطاعم في الدنيا، ما بتكلمش عن الاكل الانجليزي، احسن مطاعم في الدنيا ما بين تركي وايراني ومكسيكي وبيروفي من اللي هم من بيرو ومش عارف ايه، يعني كل المطاعم موجودة هناك، جميلة الخروجات. فدي كانت حاجة الواحد بصراحة ما بيشبعش منها. كمان اكتر يعني حاجة من الحاجات اللي فرقت معايا جدا فكرة المساحات العامة والمساحات الخضراء، مع ان لندن مش مدينة من اخضر المدن خالص، يعني ده بالعكس، يعني لندن تعتبر مدينة ضخمة مش فاضية ومساحات خضراء، بس في حزام اخضر كده حواليها فارق في الجو، فالواحد حاسس بكواليتي اوف اير، في جودة الهواء احسن. الواحد كمان قادر انه يخرج ويروح مكان مثلا عظيم زي هايد بارك ويقعد على البحيرات ويمشي على ايه وبتاع، اماكن كلها بصفر فلوس، يعني باخد بقى ايه، خد سندوتشاتك ومشروباتك وروح العب هناك بقى مع اصحابك طاولة ولا كورة ولا اي حاجة، والدنيا مفتوحة، ولا حجز ولا تذاكر ولا اي حاجة. فدي بصراحة حاجة عظيمة. حاجة كمان فكرة ان انا قادر امشي على الرصيف، يعني في مكان للمشاة في اي حتة في بريطانيا. يعني لو انا عندي مشوار هياخد مني ساعة مشي، يعني لو انا مش عايز اركب مواصلات بقى هاخد ساعة مشي، فالساعة دي ليا مسار فيها قادر امشي على الرصيف، والموضوع ده بصراحة مريح نفسيا. الواحد قاعد ماشي براحته، لو مش مستعجل انا قاعد بتفرج يمين وشمال على الفاترين وعلى المش عارف ايه، جميلة يعني الموضوع ده. كمان في حاجة عجبتني يمكن ما بتعجبش ناس بريطانيين او عندهم عليهم بعض التحفظات، بس فكرة بقى التأمين الصحي الشامل المجاني ال NHS. انا كطالب فانا داخل في النظام التأميني مجانا، وعلى فكرة لو حتى رايح سايح فانت متأمن عليك 100% مجانا، بس في الطوارئ والحوادث لا قدر الله. لكن كستودنت حتى بقى ايه تعبان، عملية، كشف، الحاجات دي كلها داخلة في ال NHS اللي هو نظام التأمين بتاعهم مجانا تماما. سخنت وعندي حاجه مش عايز ميعاد، في حاجه اسمها ووكينج كلينيك دي بقى كده اروح مثلا اللي هو ايه، عندي وجع يعني مش بتاع طوارئ ومش بتاع هحجز مع اخصائي بعد 3 اسابيع ولا بعد شهر، لان الاستشاري بصراحه ممكن ياخد شهر وشهرين وثلاثه علشان الاقي ميعاد، وده من عيوب ال NHS. بس غير كده انت اول حد بيكشف عليك اسمه الجي بي، الجنرال براكتيشنر، الممارس العام. الممارس العام ده في العادي هو اللي بيخلص كل حاجه، لو حس ان الحاله محتاجه اخصائي بيحول بقى الشخص الاخصائي. ففي ووكينج كلينكس وفي الحاجات دي كلها ومجانا، والعلاج والحاجات دي كلها، يعني الدنيا بصراحه متنظمه في الموضوع ده ممتاز، فالواحد ما بيبقاش شايل هم. لو حد بقى مستعجل وعايز ياخد ميعاد مع اخصائي بعد يومين ثلاثه فادفع يا باشا بقى ايه، عشان الكلام ده مش في التامين تستنى دورك. كمان لندن مدينه متنوعه ثقافيا بشكل مش موجود في العالم، او يعني اكيد من اكتر 5 مدن فيها تنوع في العالم ان ما كانتش رقم واحد. يعني فيها ناس من كل الجنسيات، وانا ماشي في الشارع بسمع كل اللغات، يعني بسمع عربي واردو وانجليزي وفرنساوي والماني ودنمارك، كل الحاجات دي بسمعها. وفي العربي هتسمع بقى التونسي والمصري واليمني والسوداني، بتسمع كل اللهجات وبتسمع كل الناس. انا مثلا كنت عايش في السكن الجامعي في دورمز مثلا، احنا كنا مبنى 4 ادوار، كل دور فيه 20 غرفة، فاحنا 80 شخص، ال 80 شخص دول كانوا يمكن من 55 بلد. فدي برضو تجربة عظيمة. يعني هشوف فين الكلام ده امتى اتعاملت بشكل يومي واقف بطبخ في المطبخ وجنبي واحدة من كوريا وواحد من الهند وواحد من بلجيكا، ويعني كلنا واقفين بنتعرف على اكل بعض وعلى ثقافة بعض وعلى طريقة بعض. الموضوع ده يعني ممتع، وكمان بينفع جدا في توسيع المدارك، بتفهم الناس، بتفهم ازاي فكرة ايموشنال انتليجنس، وان الواحد قادر يتعامل مع ثقافات مختلفة. اتعاملت مع ناس يابانية، ممكن يكون الواحد شاف سياح وهو في مصر شفتهم اتعاملت معاهم 5 دقايق 10 دقايق، ولا لو حتى واحد ممكن يعني بيبيع بقى في خان الخليلي فبيتعامل مع ناس، بس برضه مش بنتكلم بالشكل القريب ده، ان هو فكرة ان انا خارج مع ناس وباكل معاهم وبشرب معاهم من بلاد مختلفة. والموضوع ده بس مش عشان السكن الجامعي، لندن كلها كده. لندن بيتهيألي اغلبية الناس اللي ساكنين فيها مش انجليزي يعني اصلا. لو زهقت
بقى من لندن وانت عايش هناك او انت عايشه هناك، ففي بقى سفر داخلي جوه بريطانيا كتير، سواء جوه انجلترا، ما هي بريطانيا عباره عن انجلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشماليه، دول مع بعض بريطانيا. فانجلترا بقى جواها ليفربول ومانشستر واوكسفورد وكل بقى حاجات اللي في البريمير ليج اللي احنا عارفينها دي كلهم موجودين. حاجه كمان عندنا مثلا بقى سفر لويلز، سفر لاسكتلندا بس وقطر ويعني مواصلات عامه، الحاجات دي كلها. وبمناسبه المواصلات العامه برضو، فشبكه المواصلات العامه هناك عظيمه، دي يعني من اي حته لاي حته هتتراح بالمواصلات. ممكن تاخد وقت شويه، بس الاتوبيس بيجي في ميعاده بنسبه 99%. يعني لو تاخر هيتاخر دقيقه، لو جه بدري دقيقه هيستنى، يعني لو انا رايح بالظبط او قبلها بدقيقه مش هيفوتني. فدي حاجه عظيمه. بالليل بقى مثلا الدنيا بتقل شويه، النايت باسز بتبقى اقل من الداي باسز، فممكن المشوار اللي كان بياخدني بالنهار 25 دقيقه ياخدني بالليل 40 دقيقه، عشان هركب مثلا تو باسز بدل ما كان باص واحد دايركت وهستنى ده ومش عارف ايه. بس في المجمل وفي الويك اند المترو سهران شويه، وحتى في الايام العاديه يعني يمكن 11 ولا حاجه، وفي الويك اند كان الساعه واحده حاجه زي كده، مش فاكر الساعات بالظبط بس يعني بالتقريب. ففكره ان انا معايا خلاص بقى الاويستر اللي هو بتاع شبكه المواصلات ده، ابونيه بتاعنا، فده خلاص بتشحنه وبتروح بقى في اي حته. او انا كستودنت طبعا بيبقى ليا اشتراك شهري مخفض عن مثلا واحد موظف، ف وبيقول لك بقى بيغطي الاماكن دي. لو انت بقى عايز تخرج بره الاماكن دي عشان مثلا خارج مره، فمش هنعمل لها اشتراك شهري، بس المره دي نزود بقى ايه فلوس التذكره عليهم او حاجه زي كده. بس شبكه مواصلات ما تخرش الميه بصراحه. وحاجه كمان بقى طبعا فكره وجود المنحه نفسها. الفيديو ده مش بتكلم عن ازاي ناخد المنحه، انا عملت فيديوهين مفصلين عن ازاي ناخد المنحه، فلو مهتمين ممكن تشوفوهم بعد الفيديو ده. لكن وانا هناك المنحه زي ما واخده الناس من مصر، واخده بقى ناس من موزمبيق وجنوب افريقيا والمكسيك ومش عارف فين، في يعني من دول كتيره حول العالم. فبتقابل بقى ناس بيعملوا ايفنتس هناك، نتجمع مئات بقى من الناس هناك، الواحد بيتبادل الارقام ويتعرف على ناس، فبيوسع برضو البروفيشنال والاكاديميك والبيرسونال نتورك. يعني الواحد بيتعرف على ناس سواء للشغل او للدراسه او للصداقه يعني. فدي كانت حاجه كويسه. وكمان لما رجعت من مصر، لما رجعت مصر من بريطانيا مع منحه تشيفنينج، كان خصوصا في الوقت اللي انا رجعت فيه ده كان في ايفنتس شهريه تقريبا، وكانت ايفنتس قويه، والواحد ان تاتش مع ناس كتيره من منحه تشيفنينج، وتعرفت على ناس من المنحه فات اكتر من 12 سنه ولسه على اتصال بيهم لحد دلوقتي. فبصراحه كانت تجربه ممتازه. بس اوفرول، هل بقى فكره المنحه والدراسه دي مستاهله ولا مش مستاهله؟ 100% مستاهله. وده كان واحد من اهم واحسن القرارات اللي انا خدتها في حياتي. انا كنت بشتغل، لان طبعا منحه تشيفنينج بتشترط ان الواحد اصلا يكون عنده مينيمم سنتين شغل، يعني وقت التقديم على المنحه. انا كان عندي يمكن 3 سنين مجمعه او 3 سنين ونص تقريبا خبره، بس انا كنت في وظيفه واستقلت من الوظيفه عشان اخد المنحه. وكنت مقلق بصراحه، يعني هل يا ترى، طب انا معايا وظيفه وكانت وظيفه حلوه كمان، فهل انا هرجع الاقي وظيفه زيها ولا لا؟ وبصراحة بعدها أنا جالي وظيفة أحسن بكتير. يعني أنا اتنقلت نقلة نوعية بعد الماستر بتاعي في مكان أحسن بكتير في الكارير بتاعي. كمان فكرة إن أنا متخرج من جامعة قوية زي كينجز كوليدج لندن، أول سنتين ثلاثة، لأن أنا بعمل انترفيوز كتيرة، لأن أنا طبيعة شغلي دايما بشتغل على كونتراكتس قصيرة، فدايما بعمل انترفيوز وبقدم على شغلانة كتيرة. فكل الانترفيوز اللي أنا عملتها يعني كانت بتتكلم دايما عن الشهادة بتاعتي. اتس امبرسيف بالنسبه لهم، دي شهاده قويه، توب 10 في يو كي، توب 20 في العالم. فيعني دي كانت دايما اسيت، او يعني كانت حاجه اضافه قويه جدا للسي في بتاعي. غير كده انا كمان اتعلمت حاجات بشكل اندايركت، يعني بشكل غير مباشر، زي فكره الديدلاينز مثلا. انا ازعم ان انا توقيتي كان كويس نسبيا قبل السفر لبريطانيا، بس فكره ان هناك الدقيقه دقيقه، فانا عارف يعني ايه ان انا لو اتاخرت دقيقه واحده هيفوتني الباص، مثلا لو النايت باص الباص اللي بعده بنص ساعه. ففكره البنكتشواليتي دي، فكره الديدلاين بتاع الريسيرش الساعه كذا بالدقيقه، مش بال5 دقائق ولا بال10 دقائق، بالدقيقه. فالموضوع ده زود البنكتشواليتي، ودي طبعا مهاره مهمه جدا 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 واحنا بنشتغل. فدي قوه الفكره ان انا بقيت مور بانكتشوال، او عندي التزام احسن بالوقت. كمان التعامل مع ناس كتيره دي، يعني اي حد بقى، انا بشتغل مثلا اورجانيزيشنز ليها فروع في العالم وليها هيد كوارترز هنا وهنا ومش عارف ايه، فيعني بتعامل مع ناس من كل الثقافات في الشغل.
وده يعني فكره ان انا عشت في لندن واتعاملت مع الثقافات دي كلها فرقت كتير جدا، وبقيت قادر كمان اعمل زي ما بيقولوا cultural references. يعني انا اتعلمت حاجه من صحابي اللي من كوريا، وقابلت واحد كوريا واقول له، ولا اتعلمت نكته ستيريوتايب بتتقال على الناس مش عارف فين في السويد فاقولها لحد في السويد. وانا اشتغلت في مكان قبل كده الهيد كوارترز بتاعته في السويد. فيعني حاجات زي كده بجد الواحد بيكتسبها وبتفرق جدا، بتخلي فيه ذكاء اجتماعي، بتخلي فيه تواصل، الواحد عارف يتعامل مع ناس بشكل مختلف. ف 100% كانت تجربة عظيمة، وأنصح أي حد متردد أو عنده شك ما يفكرش. لا مش ما يفكرش، اكيد فكر كويس. لو عندك شك فكر كويس واعرف ايه البروز اند كونز واحسبها في دماغك. بس يعني هي خطوة ممكن يكون فيها مجازفة لحد عنده كارير، وخصوصا لو وظيفة محترمة. بس أنا شايف بصراحة إن هي كانت أحسن حاجة، يعني أحسن من أحسن قراراتي في كاريري اللي عملتها بصراحة. بس وفي النهاية بقى، لو مهتمين بمنحة تشيفنينج فشوفوا فيديوهاتها، ولو مهتمين بأي منحة فأنا عملت فيديو عن يعني خلاصة كده عن ازاي استعد لأي منحة في العالم، شوفوه برضو. وأشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.